في الوقت دوت كان لازم اتصرف واسلق اكبر كمية كوسة عندي، علشان عايزة اعمل كمية كبيرة، وغير كده وكده ما عنديش وقت خالص، وعايزة وجبتنا النهاردة او وصفتنا النهاردة تخلص في اسرع وقت. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وكل اللي بطلبه منكم دعوة حلوة لاختكم نشوة من قلبكم، واستنوا بقى في اخر الفيديو في مفاجأة حلوة قوي هتعجبكم. ويلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. معايا 3 كيلو من الكوسة، نضفتهم كويس جدا وفي مية مغلية فيها معلقة ملح، ضفت الكوسة دي طيب ورفعتها على النار. الكوسة هتقعد لمدة 10 دقايق بس على النار بعد ما تغلي أول غلوة. في الوقت دوت بتبتدي ان انت ترفعي الكوسة كلها بعد مرور ال10 دقايق طبعا في مية ساقعة علشان توقفي عملية التسوية. طبعا هنا احنا بنعمل كميات كبيرة، فانت لو عندك كيلو عندك نص كيلو تقدري ان انت تعملي الوصفة بتاعتنا النهاردة على قد أسرتك. بعد كده بجيب الكوساية واحدة واحدة كده وبقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ممكن تقطعيها كمان بالطول، ممكن تقطعيها دواير كده مدورة تبقى حلوة، بس لاحظي معايا ان انا مش برقق الكوساية خالص، انا بخليها سميكة على قد ما بقدر. وهنا انا كنت خلصت كل الكمية في وقت بسيط جدا. اللقطة دي بقى او الجزء ده للناس اللي هم سنة أولى مطبخ كده، اللي هم لسه بيطبخوا يركزوا بقى معايا. جبت حلة عندي على النار، وابتديت ان انا اضيف فيها معلقة كبيرة من الزبدة، 3 معالق كبار من الزيت، فصين من المستكة، عليهم كوباية ونص من المكرونة الشعرية. ابتدي ان انا احمص المكرونة كويس جدا لحد لما تاخد معايا اللون الذهبي. وانا ليه قصدت ان انا احط المقطع اللي هو بعمل الرز؟ انا عارفه ان احنا كلنا بنعرف نعمل رز، بس في ناس كتير للاسف الرز معاها ما بيظبطش. انا هقولك هنا على الاسرار اللي تخلي الرز معاكي يظبط، غير كده وكده تسويه تبقى صح والطعم يبقى حلو. ضفت كيلو رز مغسول ومتصفي كويس جدا من المية، وبعد كده ببتدي ان انا اقلبه لحد لما يكتسب من السخونية. والخطوة دي مهمة جدا. تاني خطوة مهمة تعمليها انك لما تضيفي المية للرز، المية هنا لازم تبقى مية سخنة علشان تسرع عملية التسوية، وتضيفي الملح بتاعك وتسويه بقى التسوية العادية. اول لما يغلي تهدي عليه النار خالص، وبعد كده تسيبيه بقى لحد لما هتشوفيه معايا دلوقتي. رحت بقى عندي في طاسه، بس للاسف الطاسه دي صغيره هبدلها دلوقتي بحله. وضفت ضفت معلقتين كبار زيت، عليهم معلقه من السمنه او الزبده. بضيف عليهم كيلو من اللحمه المفرومه، وعليهم شويه توابل، معلقه كبيره من السبع بهارات، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه صغيره من القرفه، وكمان ضفت الملح. ببتدي ان انا اقلب لحد لما اللحمه لونها يغير معايا وتبقى معاكم بالشكل ده. اظن ان احنا عصجنا كتير قبل كده اللحمه مع بعض، وقلت لكم ان دي افضل طريقه تقدروا تعصجوا بيها اللحمه المفرومه. نقلت الكميه بتاعتي كلها في حله اكبر، وجبت جبت كميه بصل، قولوا مثلا حوالي 3 بصلات و5 فصوص ثوم مهروسين، وابتديت ان انا اضيفهم على اللحمه واقلب تقليبتين لحد لما البصلايه تدبل معايا. وانا هنا عايزه اللحمه تبقى جوسي، يعني عايزاها يبقى فيها سوائل شويه، مش عايزاها تنشف. ده الرز بتاعنا، اللهم بارك. كيلو الرز شكله يفتح النفس، حاجه كده حلوه قوي، ومعلقه الزبده بتديها كمان طعم احلى. هروح عندي بقى حله عندي كبيره، ضفت كيلو من الحليب عليه نفس الكميه ميه، يعني نفس كميه الحليب هي نفس كميه الميه. عليهم عليهم 10 معالق هرميين من الدقيق. بعد كده هضيف عليهم معلقه ونص صغيره من الفلفل الاسود، ومكعبين من المرقه. طيب احنا يا نشوى ما بنحبش المرقه، يبقى الميه اللي انت ضفتيها ديت هتضيفيها مرقه. يعني يبقى عندك بقى شوربه فراخ، شوربه لحمه، تروحي ضيفاها بدل الميه، وتبتدي الاول تدوبي على البارد لحد لما تتاكدي ان الدقيق هنا اختفى خالص. بعد كده ترفعي بقى على النار وتبتدي تقلبي، وطالما ضفنا 10 معالق من الدقيق يبقى هتضيفي 5 معالق زبدة و5 معالق من الزيت، وتفضلي تقلبي لحد لما توصلي للقوام اللي انت شايفاه معايا ده. انسي ان البشاميل بتاعك يكلكع او يطلع وحش او مش مظبوط، طول ما انت بتعمليه بالطريقة دي يا جماعة هي فعلا الطريقة الصحيحة. ببتدي بقى ان انا اطبق بقى كل الاكلات بتاعتي دي. اول اللي انا عملتها هنعمل صينيه عندك بايركس او تيفال او الومنيوم، اي حاجه بتحبي تشتغلي فيها.
طبقة من البشاميل، عليها طبقة من الكوسة، بعد كده طبقة من اللحمة المفرومة. وطبعا زي ما قلت لكم انا هنا مش عايزة اللحمة المفرومة تبقى مفرفطة كده من بعضها، انا عايزاها تبقى فيها ايه، سوائل شوية، يعني تبقى جوسي. بعد كده طبقة من الكوسة تانية عليها ايه، عليها طبقة بشاميل لحد لما تغطي البشاميل، عايزاكي تغرقيها بشاميل. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجة حرارة 200 قبل ما نبتدي شغل طبعا، يعني الفرن ساخن مسبقا. بعد ما بعمل بقى الكمية، اللهم بارك، الكمية اللي انا عاملاها النهارده 3 كيلو كوسة والكيلو اللحمة المفرومة ده عامل معايا كمية كبيرة، كمية محترمة، يعني هتشوفوا في اخر الفيديو ايه اللي حصل في الفيديو ده. بتدخل الفرن لحد لما تبقبق معاكي. يعني ايه تبقبق يا نشوى؟ يعني هتسيبيها 15 دقيقة، بعد كده تطلعيها من الفرن وتبتدي تحطي من فوق الوش جبنة موتزاريلا. ما عنديش جبنة موتزاريلا، اعمل ايه؟ تقدري بقى تجيبي ايه، بضايه وتضيفي عليها شويه حليب وتقلبيهم مع بعض وتضيفيها من فوق الوش، هتديكي نفس النتيجه اللي هو الوش الاحمر الجميل. ممكن لو عندك قشطه ومعلقه زبده تدوبيهم مع بعض وتضيفيها برضو، هتديكي نفس النتيجه دي. واللهم بارك. النهارده يا جماعه بفضل الله بفضل الله عملنا اطعام. الكميه اللي احنا عملناها النهارده ديت كانت سبب في اطعام اكتر من 18 وجبه. اللهم بارك. وبالهنا والشفا لكل اللي اكل اطعام النهارده. الهدف من الفيديو مش رياء خالص خالص، الهدف من الفيديو ان احنا كلنا نساعد بعض. حتى لو انتي هتعملي النهارده 4 وجبات في بيتك لولادك انتوا الاربعه، ممكن تزودي عليهم وجبه وتخليهم 5 وتطعمي بيها حد مثلا يكون عايز ياكل، تطعمي بيها حد محتاج الوجبه اللي انتي هتعمليها. وجبات بسيطه كلها، حتى لو هتعملي كشري وبطاطس محمره، هتعملي اي حاجة عندك في البيت طلعي منها وجبة واحدة بس. اتمنى ان انتوا كلكم تشجعوني، واتمنى ان انتوا تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، وبحبكم جدا جدا. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.